قابلها صاحبة البيت اللي مأجرة فيه أوضتها الصغيرة وبتفرجها على المكان وبيبان إنه قديم وضيق جدا، وبتشوف الجيران اللي بتعاملهم بلطف بس بيردوا عليها ببرود. لكن جودي ما بتهتمش وبتفضل متفائلة ومبسوطة بالتجربة، وتاني يوم بتلبس وبتخرج علشان تروح شغلها وهي كلها حماس. وبتدخل جودي مبنى الشرطة وبتلاقي في وشها موظف الاستقبال اللي بيقابلها بسعادة وانبهار لأنها أول أرنبة تتعين عندهم، وبتسأله جودي على مكتبها فبيشاور لها عليه وبيكمل أكل الكحك اللي بيحبه. وبتروح جودي لأوضة الاجتماعات اللي بتقابل فيها باقي زمايلها في الشرطة، وبيدخل القائد بوج وبيقول لهم إن في 14 حيوان مفقودين ومش عارفين يلاقوهم، وبيوزع كل المهمات عليهم، وبيرفض يدي جودي قضية من قضايا الاختفاء دي واداها هي مخالفات المرور. فبتقول له جودي إنها كانت الأولى على دفعتها وعايزة تمسك قضية مهمة زي زمايلها، فبيقول لها إن مخالفات المرور مهمة كبيرة جدا، ولو هي شاطرة فعلا يبقى هتقدر تسجل 100 مخالفة في اليوم بسهولة. فبتقرر جودي تسجل 200 مخالفة علشان تثبت نفسها أكتر.